السلام عليكم، أهلا بيكم مشاهدي راديو حكاية. يلا بينا نبدأ حلقة جديدة من قالوا وقلنا. صديقة البرنامج مهندسة نادية زكي طلبت مننا حلقة عن الجيران، نشوف قالوا إيه وقلنا إيه عن الجيران. هنلف ونشوف في كل البلاد الأمثال الشعبية عن الجار. يلا نشوف أول مثل أسباني بيقول: جار قريب خير من أخ بعيد. الجار هو اللي بينجد، جاري القريب هو اللي هيلحقني، هو اللي هينجدني. عندي مشكلة لا قدر الله، في حرامي، في حريقة، في مشكلة، الجار القريب هو اللي هينجد. لكن القرايب مهما كانوا اخوات او قرايب من الدرجة الاولى بس ساكنين بعيد، لسه بدري على ما يجوا. والمثل ده برضو يعني المعنى بتاعه هتلاقيه في كل الشعوب بالمعنى ده. في روسيا بيقولوا: اختار جارك قبل ان تختار بيتك. يعني ايه الجار قبل الدار؟ ما برضو مثل عربي بالمعنى ده. في مثل صيني بيقول: القريب البعيد لا يغني مثل الجار القريب. نفس المعنى برضو، كل الشعوب وكل الناس بتفكر بنفس الطريقة. مثل ياباني بيقول: كلمة طيبة من الجار تزيل برودة الشتاء. يعني التراحم حلو بين الناس، والجيرة الحلوة حاجة جميلة في الحياة. في مثل إيطالي بيقول: من له جيران طيبون له صباح جميل. والإنجليز بقى معروف عنهم الدهاء شوية. نشوف كده المثل بتاعهم بيقول إيه، عشان هم أهل الدهاء والذكاء. يعني بيقول: الأسوار الجيدة تصنع جيران جيدون. أسوار جيدة، هم بيبقوا عايشين زي فيلا صغيرة حواليها جنينة ولها سور، معظم بيوتهم مثلا كده. فلما يعمل السور عالي وما بيبقاش فيه فتحات ما يشفش ويبقى عالي، فالجيران مش هيشوفوه، مش هيطلعوا مين اللي طالع مين اللي داخل، اشترى ايه، ولاده ايه، حاله ايه. فده كلمة جيران طيبون أو جيدون. يعني مش هيطلعوا على حال بعض، مش هيبقى فيه ضغائن، مش هيبقى فيه فضول وتدخل في شؤون الآخر. هو ده المقصود بالمثل. هم عندهم بيفكروا شوية زيادة. الفرنسيين بيقولوا: قميصي قريب لكن جاري أقرب. شفتوا قد إيه المعنى، قد إيه حاسين بقيمة الجار. بس ده المعاني دي يا ريت تدوم، يا ريت تدوم. لان دلوقتي الناس بقى، معظم الناس الاول كان في الغرب، دلوقتي احنا حتى في بلادنا بقى معظم الناس مش عارفين جيرانهم للاسف. يعني في مقوله بتقول ان البيوت كانت ضيقه ومتقاربه جدا، والناس كلها كانت بتحب بعض، والجيران كلهم عارفين بعض. دلوقتي البيوت بقت كبيره وشاهقه، وتلاقي العماره فيها 300 و700 شقه، ولا واحد عارف جاره حتى اللي جنبه في نفس الدور، ولا حتى صباح الخير. فدي حاجه تزعل يعني، لان الجار ده حاجه مهمه في حياتنا والله. في بلادنا العربية أمثال كتيرة جدا عن الجار. في مثل شامي بيقول: من جاور السعيد يسعد. احنا برضو بنردد المثل ده. في مثل بيقول: رغيف برغيف ولا يبات جارك جعان. واخدين بالكم المثل ده معناه ايه؟ واخدين بالكم احنا محتاجين نفهم المثل ده دلوقتي قد ايه؟ في الخليج بيقولوا: الجار للجار ولو جار. شوفوا قد ايه بقى. في المغرب في مثل بيقول: الجار قبل الفطار. يعني بص على جارك وشوف احواله وتطمن عليه حتى قبل ما تفطر، قبل ما تروح شغلك، قبل ما تشوف حالك. قد ايه لازم الواحد ينجد جاره وياخد باله من جيرانه. في مثل بيقول: ما يعرف اسرارك غير ربك وجارك. وفي مثل بيقول: ان كان جارك في خير افرح له. الجار اللي تصبحه وتمسيه كيف تعاديه؟ ليه خلينا حلوين مع بعض. اتكلمنا عن الجيران، دلوقتي بقى هنتكلم عن جار السوق. ما نقدرش نعدي الحلقة من غير ما نشوف جيران السوق. الجار السيء المؤذي كوم حجار ولا الجار. كوم حجار ولا الجار، ده مثل كويتي أو خليجي، يعني كارهينه تماما. يعني المثل اللي احنا كلنا بقى عارفينه: اصبر على جار السوء يا يرحل يا تجيله مصيبة. ده مشهور جدا يعني. صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، خلينا كده ايه يا حبايب من بعيد لبعيد. الحسد بالاهل والغيره بالجيران، برضو الواحد يخلي باله برضو من الناس. جار سوء، ليه تبقى جار سوء؟ ليه الجار يأذي جاره؟ ليه ما تبقاش عشره طيبه؟ ليه
انا بنلاحظ ان في ناس بتستلذ ان هم يأذوا جيرانهم، ولما جيرانهم يخبطوا عليهم يقولوا لهم الصوت عالي، او انتوا بتهبدوا علينا، او انتوا في تراب او زباله بتنزل، او انتوا عاملين فتحه في الشباك بتكشفنا، اي مشكله الاقيهم بيتمادوا وبيعاندوا وبيبقوا حاسين قوي بانتصارهم، ان هم يعني ايه ما حققوش رغبه الجار. مع ان انت لما تريح جارك دي حاجه جميله قوي، يعني عشان ربنا يحبك. حتى لا يدخل الجنه من لا يأمن جاره بوائقه، اللي هي شروره. لا يصدق رسول الله. يا جماعه دي حاجه جميله ان احنا نبقوا عايشين مع بعض في سلام، دي حاجه كويسه. حلقتنا خلصت النهارده، انتوا بتوحشوني على فكره من اسبوع لاسبوع، بس انا بصبر عشان اقابلكم في الحلقه اللي بعدها. يبقى حلقتنا الجايه عن ايه؟ قولوا بقى. القاكم على خير.